أنتقل معكم مشاهدي الكرام إلى اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني أنا دعني بما يعني أستغل أن حضرتك في مجال الطيران العسكري نفسه وأسألك عن مدى تحقيق الطيران في عاصفة الحزم لأهدافه، بل وأسألك أيضا هل هو الأهداف التي وضعت من قبل هل تتحقق بالضربات الجوية بضربات الطيران العسكري ولا لا يا فندم؟ اتفضل. هو طبعا بالنسبة لمرحلة عاصفة الحزم مقسمة إلى مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الضربات الجوية، ودي مهمة جدا علشان يتم تقليص الإمكانيات العسكرية العالية للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبالتالي انتقاء الأهداف هنا وتحليلها في منتهى الأهمية، وهي محققة أهدافها بصورة كبيرة جدا لغاية دلوقتي. لكن أنا عايز برضو أركز على نقطة إن معظم هذه الأهداف موجودة في مناطق قريبة من المدن أو أحيانا بتبقى جوه المدن نفسها. في نقطة مهمة في تحليل الأهداف، وعلشان يعني في معيار مهم جدا هو عدم الحاق أي أذى بالمدنيين. لكن هي محققة أهدافها بصورة عالية جدا حتى الآن، وانتقائها وتحليلها بصورة دقيقة قوي. يعني استخدام التكنولوجيا استخدام عالي جدا، ودي نقطة بتتميز بها هذه الضربات الجوية. بنشوف حتى الأهداف في الصور الجوية اللي بيذيعوها الجانب السعودي بتدي مصداقية عالية جدا لأن الأهداف لا يعني يكون أي أذى للمدنيين فيها. إن شاء الله ده يعني ده مهم طبعا، بس يعني طبعا هل يعني ألا يوجد دائما كده بيسموها بالانجليزي الكولاترال دامج او الخسائر الجانبيه، الا توجد دائما في كل العمليات العسكريه بغض النظر نسبه دقه ونسبه حيد عن هذه الدقه، انه في اهداف اخرى او مدنيين يموتوا او كده؟ انا شايفه يعني ده سؤال حضرتك مهم قوي. اللي انا شايفه الحقيقه من اختيار الاهداف ودقتها وضربها بعيدة تماما عن الأهداف المدنية. لكن عشان برضو أكون أمين جدا، الموجة الانفجارية اللي بتحدث عن التدمير، ولو في بعض المنازل اللي هي مثلا هنقول ما هياش لها أساسات قوية أو لها يعني طبيعة مش قوية قوي، هل ممكن تتأثر؟ وارد. بعض المدنيين الذين يكونوا قريبين من هذه الأماكن وارد يتأثروا، وارد يعني. لكن أنا بتكلم على الفكرة الأساسية لاختيار الأهداف وتحليلها، هي بيتم مراعاة 100% عدم وجود أي أذى أو حدوث أي أذى للمدنيين. لكن كل حرب ليها بعض الحاجات اللي هي ممكن خارج الإرادة تماما، لكن ما هوش خطأ الحقيقة، لأن أنا شايف إن في استخدام عالي جدا للتكنولوجيا، وده بيقلل، واستخدام ذخائر ذكيه، فبالتالي ده بيقلل تماما قد يكون من عدم ان في هدف مدني ينضرب بطريق الخطا. طيب الاهداف التي وضعت لعاصفه الحزم هل بالاساس الطيران يستطيع ان يحققها؟ لانه البعض يقول انه وكان معي احد المحللين العسكريين منذ ايام يعني وكان بيتحدث انه لا، يعني الطيران مش هيحل حاجه، وانه مش هيغير، لن يحقق من الاهداف الحقيقيه لعاصفه الحزم. يجب ان ندخل بريا، يعني مش بتكلم علينا لكن يعني مثل هذه الحاله. بتكلم على العمليه عموما. ايوه وطبعا اولا تخيل، انا هجاوب لحضرتك اجابه عمليه. تخيل لما فيش ضربات جويه ودخلت قوات بريه ايا كانت من التحالف او من دوله معينه، والقوات دي دخلت ابتدت تتعامل مع الحوثيين القوات المواليه لعلي عبد الله صالح بامكاناتهم وفي طبيعه ارض جبليه بالمنظر ده، هل الخسائر في القوات البريه هتكون شكلها ايه؟ الطيران والضربات الجويه هو احد العوامل الحاسمه وليس كل العوامل. لازم العدو يعني يتم تدمير جزء كبير منه عشان لما يبقى في عمليه بريه
العملية البرية تجد ان العدو اللي موجود قدامها ما فيش امكانيات كبيرة جدا لديه. ثاني حاجة، في نقطة مهمة جدا في العملية ككلية صحيح ما اعلنش عنها، لكن احنا ممكن نحللها كده، ان اثناء الضربات الجوية بيتم دعم القبائل الموالية للشرعية والقوات المسلحة الموالية للشرعية. أعلن في بعض مرات إسقاط السلاح على المدنيين حتى الموالين للشرعية، وليس بالظبط كده. مش لازم قوات عسكرية يعني يعني أنا أثناء يعني يجب النظر للعملية عاصفة الحزم عملية متكاملة لها مراحل، كل مرحلة بتخدم الهدف التالي للعملية حتى يمكن الوصول لتحقيق الهدف النهائي. فالضربات الجوية بيتكسر الامكانيات الموجوده وتكسر العدو وتخليه في وضع ضعيف جدا. على التوازي يتم دعم القبائل المواليه والقوات المسلحه اليمنيه المواليه. وفي هذه الاثناء في نقطه برضو حصلت مهمه، العمليات الانسانيه. وهو ده برضو لازم نحطه في اعتبارنا علشان ما نلاقيش دوله من الدول في العالم بتقول وقفوا العمليات عشان عمليات انسانيه. فدخلت طائرات بتحمل معونات وادويه وبعض مولدات الكهرباء حتى للمستشفيات. فبالتالي كل ده بيتم اثناء الضربات الجويه تمهيدا للخطوه التاليه اللي هي ممكن وجود قوات على الارض. ساعتك لسه معايا سيادة اللواء. طيب انا عايز اشكرك في نهايه هذا اللقاء اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ينضم إلي